فلورنتينو بيريز نقدر نقول عليه بعد تاريخ كبير جدا ليه مع النادي هو اقوى رجل في عالم الكرة كلها. فلورنتينو بيريز رودريجيز. بيريز اتولد في 8 مارس 1947 في مدريد في عيلة متوسطة الحال. أبوه كان بيشتغل في مجال المبيعات وكان عنده شركة صغيرة اسمها شانجهاي، وكانوا بيشتغلوا في مجال العطور زي الناس اللي بتقف كده وتديك عينة وتشم عايز تشتري ولا تعدي أو تقول له بالذوق لا مش عايز. بيريز وهو صغير كان مهتم بالدراسة جدا ومحبوب وسط عيلته، وكان متأثر واخد من أبوه صفات حلوة زي حب الشغل والالتزام والمثابرة والصحيان بدري وحاجات كتير قوي، بس كمان كان لسانه حلو. أبوه واخد من أبوه حتة البيع والشراء، بيعرف يشتري، بيعرف يتكلم مع الناس وبيعرف يقنعهم بوجهة نظره. بيريز بعد ما خلص دراسته في الثانويه العامه شاف ان هو اقدم فين راح قدم للمفاجاه ليا شخصيا، قدم في معهد السينما زميل يعني. بس بعد ما مشي شويه وعدى في الاختبارات واتقبل في المعهد وقدم ورقه قال لك لا انا مش حابب ده، ودخل وقدم في هندسه مدني في جامعه بولوتكنيكا في جامعه مدريد. انا يا جماعه متراهن ورا الناس اللي على الكاميرا ان انا هقولها صح، هقولها 3 مرات. بولوتكنيكا في مدريد معروفه الجامعه دي، انا كنت هخش فيها بس دراسه الهندسه دي بقى خلت بيريز مع لسانه الحلو اللي واخده من ابوه البيع والشراء انما خليته شخص واقعي، شخص بيعرف يخطط صح، بيعرف يخش اي حاجه وهو عارف هو عايز ياخد منها ايه ومرتب اهدافه وعنده حاجه معينه وعايز يوصل لها.